السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في تصريحات قوية أدهشت الملايين في مختلف أنحاء العالم، وأثبتت للجميع قوة الجزائر سياسيا وعسكريا على المستوى المحلي والعالمي. وقد أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف خلال القمة الإيطالية الأفريقية بالعاصمة الإيطالية روما على ضرورة احترام مبادئ وقيم الأمم المتحدة والعمل بجد على تنفيذ القرارات الصادرة من أجل تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وباقي دول العالم. كما أجرى المسؤول الجزائري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من البنين وموريتانيا وتونس ومدغشقر وكوت ديفوار من أجل تعزيز التعاون الأفريقي داخل المجتمعات الدولية واستعراض العلاقات التي تربط الجزائر بهذه الدول الشقيقة، وكذلك سبل الارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة. وشكلت هذه اللقاءات فرصة للتشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة الأفريقية إلى جانب التطورات الدولية والإقليمية وما تطرحه من تحديات مشتركة على الدول الأفريقية وشعوبها. كما أشار أحمد عطاف إلى عمليات الانتهاك الواضحة التي يقوم بها الكيان الصهيوني بمساعدة بعض الأنظمة العربية لتجاوز السيادة الوطنية والتدخل في شؤون بعض الدول. جاء ذلك بعد فضيحة وإقالة نجلاء المنقوش على يد النظام الجزائري من أجل إجهاض أي عملية تطبيع بين إسرائيل والدول المغاربية وموارد الطاقة الأخرى وتأمينها من أخطار الإرهاب والجريمة المنظمة. خامساً وأخيراً، تحدي كسر رهانات الانتقال الطاقوي الذي أضحى يشكل مطلباً ملحاً للبشرية جمعاء. ومن هذا المنظور تؤكد الجزائر على ضرورة بل أهمية حشد وتعبئة أدوات ووسائل التنفيذ المتمثلة في التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمساعدات التقنية ضمن مقاربة تهدف لتحقيق شراكة قوية مستدامة فعلية وفعالة. ومن جانبها فإن الجزائر التي تجدد التزامها بالمساهمة كشريك موثوق في تعزيز الأمن والانتقال الطاقويين في إفريقيا وفي المنطقة الأورو متوسطية تقترح تجسيد شراكات ملموسة حول المحاور الثلاث الآتية. يتعلق المحور الأول بدعم جهود إنجاز خط أنبوب الغاز العابر للصحراء نيجيريا النيجر الجزائر الذي سيسمح بنقل أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز سنويا نحو أوروبا، مساهما بذلك في تعزيز موقع إيطاليا كقطب طاقوي مركزي وكمنصة لترقية الأمن الطاقوي الأوروبي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفضاءين الساحل الصحراوي والأورو متوسط. ويشمل المحور الثاني دعم المساعي الراوية إلى تطوير بنيات تحتية واسعة لربط شبكة الكهرباء الوطنية مع البلدان الإفريقية والمتوسطية المجاورة، خاصة وأن الجزائر تطرح فائضا قدره 10,000 ميجاوات من الكهرباء يوميا وتتطلع إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية عبر إضافة 15,000 ميجاوات من الكهرباء الخضراء في أفق سنة 2030. ويتمثل المحور الثالث والأخير في مرافقة مسار الانتقال الطاقوي في الجزائر وبالخصوص فيما يتعلق بتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وتعزيز مشاركة الجزائر كفاعل أساسي في المشاريع الأوروبية الهيكلية وعلى رأسها مشروع South H2 Corridor. ودعوني أؤكد في هذا السياق أن الانخراط
في مسار الانتقال الطاقوي لا يعني البتة التخلي عن الغاز الطبيعي الذي يبقى من وجهة نظرنا ليس فقط من أنظف الحلول وأكثرها عملية، بل من أهم الحلول وأقلها تكلفة أيضا. ولذا ستعمل الجزائر خلال استضافتها للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز مطلع شهر مارس المقبل على المساهمة في تحقيق مخرجات نوعية تدعم تطوير صناعة الغاز الطبيعي في العالم وتستجيب لتطلعات واهتمامات وأولويات منتجي ومستهلكي هذه المادة الطاقوية الحيوية على حد سواء. شكرا. وبالأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.